انا كان في مشاكل بيني وبين جوزي، بس اللي هي الخلافات العاديه طبيعي، في دايما ملح وفلفل وشطه وكده. كنت غضبانه من شهرين، وكان جوزي عايز يمضيني على ورق تنازل عن حقوقي، وانا شفت الورق بالصدفه وطلب الذهب بحجه انه مزنوق، وانا رجعت وعملت نفسي ما شفتش الورق عشان خاطر ابني وبيتي ما يتخربش. هو فضل يطلب الذهب، ولما ما وافقتش طردني انا وابنه من البيت. انا بقطع وما بيصرفش على ابنه، وانا دلوقتي عند اهلي ومش عارفه اعمل ايه. مبدئيا خدي الطريق السالك، حكم من عندك وحكم من عنده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. فهمتي الوضع والليله ايه، وكان انسان محترم وليه كبير وارتضى الكلمتين اللي هيتقالوا، اهلا وسهلا. ما كانش، اخلعي، القضاء موجود. يعني لو الاهل والكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حكموا من اهلي وحكموا من اهلها، ونتكلم ونشوف ونحاول عشان الجواز مش الطلاق مش لعبه ومش عارفه ايه، بس ان هو يطردك هو وابنك وابنه اللي هو ابنه. بس خليني بصي عشان انا ما بقاش ظالمه. يعني بيقولوا ايه بالبلدي عندنا، مصارين البطن بتتعارك، ولا معرفش بيسموها ايه دي، صح؟ اوكي شكرا. فانت مشيها كده، مشيها بالادب والذوق والاخلاق. ما كانش قولي طب بص بقى يا باشا، انا دهبي ما بدوش لحد، وما عنديش ورقه تنزل عليه وما عنديش ورقه تنزل عليها، لو سمحت من فضلك طلقني لو انت مش عاجبك العيشه بالطريقه دي وعايز تسلبني حقوقي. قال لك لا مش هطلق، القضاء موجود، ودلوقتي بقى في سرعه اجراءات وطلاق للضرر وخلع ومهيصين في محكمه الاسره والطفل.